يلا يا عمر، روح نام عشان بكرة الصبح تبقى فايق في الرحلة. اليوم بكرة هيبقى طويل. واو، منظر الجليد من الطيارة تحفة قوي. المكان ده فعلا رائع وجميل. الناس اللي عايشة في المكان ده في نعمة كبيرة، لأنهم بعيد عن دوشة المدينة وعايشين حياة هادئة ومنعزلة، بس برضو عايشين وسط التلج. احنا عندنا شوية سقعة وبنبقى لابسين الدولاب كله ومش بنخرج من البيت. مش مهم يا ماما، أنا فعلا نفسي أعيش هنا على طول. الحياة هنا ممتعة قوي قوي. يا الله، المكان ده حلو جدا، كان نفسي أزوره من زمان. ينفع يا ماما نروح أنا وسليم نلعب شوية على التلج؟ ماشي يا عمر، روح بس ما تبعدش انت وسليم وما تأخرش. بص يا سليم، التلج حلو قوي. أنا مستمتع جدا بالتلج ده وفرحان. فعلا يا عمر، المكان هنا تحفة جدا. أنا نفسي أعيش هنا على طول. تعالى يا سليم نتزحلق على التلج ونجرب الموضوع ده. أنا نفسي أعمل كده. يلا يا سليم، خلي الحماس يعلى. ده ممتع قوي يا عمر، التلج تحفة. شوف يا سليم، أنا هعمل لفة كاملة. واو يا عمر، ده ممتع قوي. يلا نعيدها تاني. بص يا عمر، في دب واقف هناك، شكله حلو قوي. واو، فعلا كبير جدا. تعالى نروح عند الدب ده نشوف بتعمل ايه وعايشة ازاي. يا عمر أنا خايف، بس والله نجرب. المنطقة هنا سقعة قوي، ممكن تبردوا كده. الجو ساقعة بس المكان هنا ممتع جدا، والتلج هنا تحفة. فعلا المنطقة هنا سقعة جدا، بس أنا اتعودت على كده وعايش هنا بقالي سنين. تعالوا يا عمر، تعال يا سليم، نجري لحد هناك ونرجع تاني عشان ناكل. أنا جعان. ده ممتع قوي يا سليم. ما صدقتش نفسي. يا سلام، الدب ده بيزحلق معانا، تحفة. يلا بينا. التلج ده ممتع قوي. شوف يا سليم، هرملها فوق. واو، الدب ده ممتاز في اللعب. يلا بينا نلعب كمان مرة. كفاية كده يا شباب، يلا نرجع نريح شوية وبعد كده نرجع نلعب تاني. المكان ده يا شباب على قد ما هو حلو بس خطر جدا، لأن ساعات بيكون فيه ذئاب. يا ماما أنا بخاف قوي من الذئاب، لو طلع عليا مش عارف ممكن أعمل إيه. ما تخفش يا عمر، انت مع الدب مينو. طول ما انت معايا ما تخفش خالص. هنا باقي احنا وصلنا البيت بتاعي، اقعدوا ريحوا هنا شوية لحد ما اخش اخد دش واجيلكم. الله يا سليم، النار دي حلوة جدا. أنا متدفي دلوقتي، مش حاسس إني سقعان. فعلا يا عمر، أنا حاسس إني متدفي ومش سقعان، بس أنا بفكر لو الديب طلع لينا هنعمل إيه؟ يا ماما، بص يا سليم كده، ده ذئب، ده ذئب. يا ماما، ده أنا بخاف من الصرصار، يطلع لي ديب. تعالى ننادي على الدب مينو. الحقنا يا مينو. في ايه يا ولاد؟ عايز ايه يا ذئب؟ ايه اللي جابك هنا؟ أنا مش قلتلك ما تجيش هنا تاني؟ أنت يا دب مينو. مين الأطفال دول؟ بيعملوا ايه هنا في منطقتي؟ سلم ليا الأطفال دول وساعتها أنا همشي ومش هعمل مشاكل. لا يا ذئب، دول ضيوفي، وطول ما هم معايا محدش هيقرب لهم. وأنا متفق معاك إن أي حاجة عندي محدش يقرب منها. ودول عندي هنا.
وفي بيتي. لا يا دب، انا لغيت الاتفاق اللي بينا، وبقول لك دلوقتي سلم ليا الاطفال دي، انا محتاج لهم. في ايه الازعاج ده؟ انا سامع صوت دوشة من بعيد. مالك يا ديب؟ بتزعق ليه كده؟ والديب لما شاف الاطفال عندي بقى عايز ياخدهم، ودول في حمايتي يا ملك، واحنا كنا متفقين قدامك ان اي ضيف عندي محدش يقرب له. الكلام ده حقيقي يا ديب؟ انت فعلا عايز تاخد الاطفال دول؟ رد عليا دلوقتي. لا يا ملك، أنا بس سمعت دوشة وحبيت أعرف فيه إيه، وكنت جيت ألعب معاهم مش أكتر. طيب لو سمحت اتفضل امشي من هنا وما تقربش المكان ده تاني، ويا ريت ما تسمعش اي مشكلة حصلت، تمام؟ دب، وانت يا دب، الاطفال دول ما ينفعش يكونوا هنا، المكان ده خطر. خلاص قعدتك معاهم وبعد كده يمشوا. أومرك يا ملك، انا فعلا قلت لهم ده، هم خلاص هيمشوا دلوقتي وانا هوصلهم بنفسي. شكرا يا ملك. أنا خايف قوي يا مينو، الذئب ده كان عايز ياخدنا. أنا عايز أروح لماما. ما تخافش يا عمر، انا قلت لكم انكم في حمايتي ومحدش هيقدر يقرب ليكم، بس فعلا لازم تمشوا دلوقتي لان المكان ده خطر عليكم. تعالوا معايا نركب العربية بتاعتي واوصلكم عند بابا وماما، وبالمرة كمان نشتري حاجات البيت من السوبر ماركت. وصلنا يا ولاد عند بابا وماما. انتوا كنتوا فين يا ولاد؟ احنا قلقنا عليكم جدا. ايه اللي حصل؟ فهموني. ما تقلقش يا أستاذ، الأطفال بأمان. هم كانوا في مغامرة جميلة جدا على التلج، ودلوقتي خلاص بأمان تام. شكرا جدا يا داب مينو، اتفضل. طب اشرب معايا واحد شاي أو قهوة. شكرا جدا يا أستاذ، أنا يا دوب أمشي دلوقتي عشان ورايا حاجات كتير. يلا سلام يا ولاد. يلا يا ولاد خشوا ناموا شوية، انتوا تعبتوا اليوم. استني يا بابا، لازم أقول حاجة مهمة. المغامرة كانت فعلا جميلة بس خطر جدا. لازم كلنا نسمع كلام بابا وماما. وما تنسوش تشتركوا في القناة. سلام. A film by Omar Story Studio. Story: Omar and Salim Adventure. Written by